لو حصل لا قدر الله في يوم من الأيام وقلبك تعلق بواحدة متجوزة وانت كمان قلبك اتعلق بواحد متجوز، تعمل ايه؟ أول حاجة لازم تعرف ان ده باب شيطان، باب شيطان كبير قوي قوي قوي. بيجيلك امتى؟ لما انت تبقى فاضي، لما انت تبقى فاضي وقلبك فاضي ما فيهوش اي حاجه شغلاك، او في هدف معين انت عايز توصل له، او مشروع معين مثلا في يوم من الايام عايز تعمله. الشيطان بقى بيجي لك في الوقت ده لما يلاقيك فاضي ويعمل ايه؟ يخلي عينك تقع على واحده، وانت كمان يخلي عينك تقع على واحد. وممكن على فكره كمان يعني يكون شخص من السوشيال ميديا، شخص متجوز ومخلف وعنده بيت وعنده اولاد وسعيد جدا مع زوجته وسعيد جدا مع اولاده، يخلي عينيكي تروح عليه، وبعد كده حضرتك تبتدي تتابعيه، وبعد كده المشاعر بتاعت حضرتك نظرا لان حضرتك فاضيه من جواكي تبتدي المشاعر تظهر تجاه الشخص ده، ولا يفرق بقى معاكي ساعتها ان هو متجوز او غيره، وتبتدي تتعلقي بيه وتتابعيه بمشاعرك، ويبتدي كمان كل حاجة ينزلها تبقى من أولوياتك في يومك ان انت تتابعيها، مش عشان المحتوى اللي هو بيقدمه او علشان اي حاجة تانية او عشان انت بتستفادي، لا لا خالص. انا يعني بتابعه علشان افضل اشبع رغبتي فيه وتخيله معايا، وتخيل ان انا متجوزاه وكأن مالوش زوجة واولاد. ما هو ده التعلق بقى، بيعمل عين ما بيخلكش تشوف، وانت كمان يخليك برضو تتعلق بواحدة ممكن تكون برضو متجوزة وعايشة حياتها عادي جدا جدا جدا، يخليك تتعلق بيها وبرضو عندها بيتها وزوجها واولادها. وممكن تكون جارتك، ممكن مثلا تكون انت شفتها في الشارع قلبك تعلق بيها فتنيك ماشي وراها لحد ما تعرف كل حاجة عنها وتخش تبحث بقى وراها على السوشيال ميديا والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. فكل ده باب شيطان، خلي بالك منه. الشيطان عايز يعذبك، الشيطان عايز يخليك يعني تعيس بمعنى الكلمة، ما بتشوفش يوم حلو أبدا في حياتك. فخلي بالك لا تقع في الخدعة دي، لأنه ياما وقع ناس كتير قبلك فيها وبيوت اتخربت بسبب الموضوع ده، وناس كتير فعلا طلقت أزواجهم بسبب الموضوع ده، ان هو شاف رسائل غصب عنه على موبايل زوجته من الشخص اللي هو مثلا متعلق بيها، او يحصل مثلا ان البنت اللي متعلقة بالشخص ده تنخور في حياته فزوجته تعرف، فالبيت يقوم ويحصل مشاكل كبيرة قوي. فحرام عليك، ليه خراب البيوت ده؟ ما توصلش نفسك ان الشيطان ياخدك انك تخرب بيت اتنين. علشان ايه؟ عشان انت متعلق بيه، والله ده محب. ولو حصل في يوم من الايام ومخيلتك ودتك ان انت ممكن في يوم من الايام تتجوزه، ما هتكمله. وانا بجيب لك تجارب الناس اللي حصل معاها كده. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك انك تقع في الحتة دي، وده باب شيطان وفخ كبير قوي عايز يوقعك فيه. تاني حاجة انك تنشغل بنفسك. اتفقنا انك فاضي، اتفقنا انك قلبك فاضي ما فيهوش اي حاجة، فاشغل نفسك بحاجة، العب رياضة بقى، اتعلم لغة جديدة، اعمل لنفسك حاجة جديدة، اعمل لنفسك حاجة جديدة تشبع بيها المشاعر الفياضة اللي عند حضرتك وعند حضرتك، عشان القلب ما يروحش لحد متجوز او واحدة متجوزة. ما ينفعش، ده خراب بيت، ده خراب بيوت عام كده وصريح. ولما تشغل نفسك بنفسك بمشروع معين، او بانك تطور نفسك في لغة جديدة، او يعني اي حاجة انت هتعملها جديدة، هتلاقي نفسك خلاص الافكار دي بدأت ما تجيش تاني، وبدأت تركز في حياتك بكل قوة. رقم 3، اعرف انك قلبك بايديك. ودي الخدعة اللي ناس كتيرة بتبقى يعني ماشية وراها، يقعد يقول لك هو انا قلبي يعني بايديا، هو انا اللي قلت القلب ان هو يحبها، او انا قلت القلب ان هو يحبه. ايوه، انت اللي ساعدت الشيطان، والفكرة اللي جات لك انك تدعمها. لما جات لك الفكرة انت مشيت وراها. ليه؟ مين بقى صاحب القرار هنا؟ حضرتك. يبقى قلبك بايديك، زي ما انت قعدت تجري وراها وتنخور وراها وتتابعها، زي ما انت كمان قادر انك توقف خالص متابعتها، وقادر انك تبعد. والموضوع مش صعب، لكن لو انت فعلا عايز تبعد بجد هتبعد. اخر حاجة ان تدعي ربنا بان هو يعلق قلبك بيه هو، ما يعلقش قلبك بحد تاني خالص خالص خالص، والله عشان انت ما تتعبش. كلما كان القلب متعلق بقيمة عليا زي الله،
كل ما كان القلب هيبقى عايش في هدوء واتزان، ولا هتقعد تفكر الافكار اللي متجوزة والحاجات دي، مش هتفكر خالص في الافكار دي. واعرف في الاول وفي الاخر ان بيوت الناس مش لعبة. اعرف ان كل واحد في شخصية هو بيحبها وعايش معاها. اوعى تكون في الايام خراب البيوت، واوعي انت كمان تكوني خربة البيوت اللي بتخرب على الناس عيشتها. وادعي دايما وقول اللهم لا تعلق قلوبنا بما ليس لنا.